السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتير بتحاول تعدل داخل فولدر الداتا، وتحط ملف 90 فريم او اي حاجة محتاجة تعدلها. لكن للأسف لما بتدخل على فولدر الداتا بيظهر معاه اي حاجة زي كده، اللي هو نظرا لكود اندرويد يمكن اظهار محتويات هذا المجلد على الكمبيوتر فقط. فبيبقى مش عارف يتعامل مع المشكلة دي ازاي او يحلها ازاي. عشان ما اطولش عليكم يلا ندخل في الموضوع على طول. هنحتاج لحاجتين، هنفتح المتجر واول حاجة هنبحث عليها هنكتب ذا ارشيف ونحمل البرنامج ده، وبعد كده هنبحث على برنامج تاني على ما ده يحمل، اللي هو اسمه شيزوكو. اول واحد اللي هو البرنامج ده هنعمله تثبيت برضو. هننتظر بس ثواني لحد ما التطبيقات تحمل. وبعد ما التطبيقات حملت اول حاجة هنفتح البرنامج الاولاني اللي هو شيزوكو ده، نعمل فتح. وبعد كده اول حاجة بنعملها بندخل على الاقتران، بعد كده نضغط على اعدادات الاشعارات نعمل سماح ونرجع تاني. بعد كده نضغط على خيارات المطور، هننزل لتحت وندور على حاجة اسمها تصحيح الاخطاء اللاسلكي ونضغط عليها وبعد كده نفعلها. هنضغط هنا ونعمل سماح. هنبص نلاقي كان في حاجة هنا يعني معمول لها اقتران لتطبيق شيزوكو ده عشان كنت مثبته قبل كده، بس اختفى عشان هو خلاص ده يعني كانت حاجة قديمة. يعني احنا دلوقتي حاليا هنعمل اقتران جديد. قدامنا اختيارين للاقتران، اللي هو اقتران باستخدام الباركود وفي اقتران باستخدام رمز. هنضغط على اللي هو باستخدام رمز، هنبص هيظهر معانا اشعار فوق تم العثور على خدمة اقتران. هننزل شريط الاشعارات ونضغط عليها، هيقول لي دخل الكود بتاع الاقتران. طب انا الكود ده هنرجع عشان نشوف الكود كان مكتوب كام. 233 260. نضغط عليها تاني 233 260 ونعمل ارسال. هيقول تم الاقتران بنجاح، وهنبص هنا نلاقي تم الاقتران معانا. هنرجع لورا ونرجع واحدة كمان لورا، وبعد كده هنضغط على بدء التشغيل. هننتظر 3 ثواني، هو كاتب هنا نستنى 3 ثواني. بعد كده هيكتب معانا فوق يعمل بنجاح. بعد كده هنصغر التطبيق ده ونروح نفتح ذا ارشيف. اول ما بيفتح معانا بيجيب لنا الشاشة دي، هنضغط على حسنا ونعمل له السماح بالاذن ونعمل رجوع. بعد كده سماح حسنا. بعد كده فتح معانا الفولدرات الموجودة على الموبايل. هندخل على اندرويد، بعد كده نجيب داتا، هنبص نلاقي اشتغل معانا كده ونقدر نعمل اللي احنا عايزينه. نحط ملف 90 فريم او اي تعديل انت حابب تعدله في فولدر الداتا، هتلاقي شغال معاك كده بدون اي مشكلة. وفي معلومة مهمة حابب ان انا اوضحها، انك لو عملت اعادة تشغيل للموبايل الخطوات اللي عملناها دي هتحتاج انك تعملها مرة تانية، لانك ممكن لما تدخل على برنامج الارشيف ده ما يبقاش متاح معاك انك تدخل على ملف الداتا او فولدر الداتا زي ما احنا فاتحين دلوقتي كده، فهتضطر انك تعيد الخطوات دي مرة تانية. لو استفدت من الفيديو يا ريت تعمل لايك وتدعمني وتشترك في القناة علشان تشوف معايا كل جديد ان شاء الله. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.